بعد ال10 وال20 جنيه البلاستيك الجديدة اللي طرحها البنك المركزي خلال الفترة اللي فاتت، البنك هيطرح ورقة جديدة بفئة 1000 جنيه. يعني بعد كده لو معاك فلوس كتير هتبقى ماشي وفي جيبك كام ورقة بس. ايه قصة ورقة ال1000 جنيه؟ هل البنك هيطرح ورقة ب1000 جنيه فعلا زي ال10 وال20، ولا دي كلها مجرد شائعات؟ خلال الأيام الأخيرة انتشر حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا بعد تداول صور لعملة بلاستيك من فئة ال1000 جنيه مصري هيتم طرحها من البنك خلال الفترة اللي جاية. والناس اتكلموا عن الورقة دي وقالوا إن البنك هيطرح عملة بلاستيك بفئة 1000 جنيه، وبعد كده الورقة دي هتبقى هي اللي ماشية في الأسواق. وناس تداولوا الخبر على سبيل السخرية وقالوا إن الورقة اللي ب1000 جنيه هتبقى بعد كده قيمتها زي ال10 أو ال20 جنيه، بمجرد ما تتفك هتطير على طول. وفي ناس اتكلموا عن فوائدها وقالوا انهم لو ماشيين في الشارع ومعاهم فلوس كتير مش هيحتاجوا